ضرغام حكمة تقني مسرحية مراسات في ختام المهرجان المسرحي الأكاديمي. الصعوبات اللي تواجهوها، وسولف لي على طبيعة تخصصك بهذه المسرحية. الجمهور غير ملم بمفرد التقني، أنا شفتك تتعب، شغلك هواية، أعطيني معلومة عليه. بالنسبة للتقنيات بصورة عامة، هي مستوى كبير من الأدوات ومواكبة التطور اللي دا يصير هسه، الذكاء الاصطناعي، الأشياء أو الأجهزة اللي دا تدخل هسه، إحنا لازم نكون يعني مواكبين لهذا التطور، يعني ما نبقى على الليفل اللي وصل لنا. أكيد بيها صعوبة، يعني أنت تجيب تقنية لازم مثل ما تقول تصهرها حتى تحولها تسويها مفيدة لعرضك، تخليها تدعم عرضك. يعني هي تقنية ممكن أن تكون من ضمن الرؤية، وممكن تكون شكلية، يعني فقط هي لشكل العرض الخارجي. ضرغام، طبيعة مراسات، لماذا هذا الثقل اللي تخلى مراسات بالختام؟ إله ثقل طبعا هذا العرض اللي ثقل، شنو شاركت به بالضبط؟ شنو أداريت به؟ بالنسبة لي أنا تناولت موضوع التقنيات وموضوع الداتا اللي راح تنعرض، يعني إن شاء الله مفصلية الداتا. اي مفصلية طبعا، يعني شيء واحدة، يعني مكسر واحدة يختلف عن المكسر صوت ومكسر إضاءة. فنقدر نقول إنه المخرج إلى بعد كلش كبير. شنو توجه رسالة أخيرة للكادر التدريسي الداعم الآن، مثلا سهى سالم على قدم وساق وياكم، نعم. وبقية الممثلين اليوم الختام؟ بالنسبة للممثلين طبعا عندنا طاقات جبارة، يعني من هاي اللي احنا ما واعي لها بعد، يعني ما مدركين إلها يعني. فيجب استغلال هذه الطاقات وصقلها وصقل مواهبها حتى نظهر بأبهى صورة، مثل ما تشوف هسه الدراما العراقية والسينما العراقية كلها تاخذ من المسرح، لأن القسم الوحيد اللي بيه تمثيل هو قسم المسرح. فيعني أتمنى إن شاء الله بالمراحل القادمة إنه يشتغلون على الممثل بصورة مركزة يعني.